السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل شيء غادي يكون ساق الخبر بأن النجم المغربي أشرف حكيمي حاليا تحت التحقيق من طرف الشرطة الفرنسية بسبب تهمة اغتصاب فتاة فرنسية عمر ديالها 24 سنة. في هذا الفيديو غادي نعرفوا واش بصح أشرف حكيمي اغتصب هذه الفتاة ولا هذا الشيء غير مؤامرة من طرف فرنسا، وكذلك غادي نشوفوا اشنو قال اشرف حكيمي في هذا الشيء. المهم بلا ما نطول عليكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه. البارح خرجت الصحيفه لو باريزيان الفرنسيه وقالت بان اشرف حكيمي اغتصب فتاه تبلغ من العمر 24 سنه، وبعد الحادثه مشات قدمت الشكايه ضد اشرف حكيمي. دابا غادي نفهموا واش هذا الشيء عادي ولا مؤامره من طرف فرنسا. بزاف الناس كيقولوا فرنسا كتحاول تشوه السمعه ديال المغرب والمغاربه، ودابا غادي نعرفوا علاش. اجوا معايا نرجعوا شويه للور المونديال قطر 2022. في هذا المونديال المنتخب المغربي قدم افضل انجاز في تاريخ المغرب والعرب وحتى افريقيا، وما ننساوش ان المنتخب المغربي قدم صوره زوينه بزاف على الاسلام اللي شفنا توحيد الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين والاخوه. هنا العالم تفاجئ وخدا نظره زوينه على الاسلام، ولكن بعض الدول اللي منهم فرنسا والمانيا خرجوا بداو كينتقدوا في المنتخب، ومن اللي ما قدروش بداو بهاد الحملات ضد المغاربه، وهذا الشيء كامل باش يشوهوا السمعه الزوينه اللي كانت عند المغاربه والاسلام. بداو بالحمله الاولى للفنان الكبير سعيد المجرد اللي نجحوا فيها، حكم عليه ب6 سنين سجن النافذه. ودابا النجم المتالق اشرف حكيمي اللي حاليا هو افضل ظهير في العالم بغاو يشوهوا ليه السمعه ديالو، ولكن اشرف حكيمي ما بقاش ساكت، خرج بتصريح الصحيفه الماركه الاسبانيه وبرأ راسو وقال بلي الاتهامات الموجهه لي بشان الاغتصاب فتاه فرنسيه خاطئه تماما.